هل الرجولة مظهر ولا عضلات ولا فلوس؟ الرجولة هي قيمتك، هي إطارك الذكوري اللي بتفرضه على نفسك وعلى العالم اللي حواليك. حاسس إنك ضعيف مش محترم أو حياتك ماشية من غير معنى، الفيديو ده هيكون ليك، لأن أنا هنا مش هتكلم عن كلام تقليدي اللي بتشوفه على الإنترنت. أنا هفكك لك المعادلة النفسية والاجتماعية اللي تخليك تبني قيمتك الرجولية وتفرض إطارك الذكوري بأسلوب علمي وعن تجربة شخصية. لو عجبك محتوى القناة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. خلينا نفهم حاجة أساسية: الرجولة قيمة مكتسبة، ولكن الأنوثة هي قيمة فطرية. وده مش مجرد رأي أنا بقوله لك، لكن دي حقيقة بيأكدها علم النفس التطوري. المرأة قيمتها في أنوثتها، في جمالها، في قدرتها البيولوجية على الإنجاب. وفي مجتمعنا احنا بقى في شرفها. يعني الست ببساطة بتتولد مرغوبة حتى بدون مجهود كبير. أما بقى الراجل فهو في الأصل غير مرئي. قيمتك كراجل مش بتتمنح ليك، لكن لازم تبنيها بنفسك. لو ما أثبتش نفسك في العالم ده محدش هيعترف بوجودك. المجتمع بيقيم الراجل بناء على القيمة اللي بيضيفها: فلوسه، قوته، قيادته، استقلاليته، نظرته، ردة فعله تجاه أي حاجة. مش فلوسه بس لا، ولا قوته بس لا، حاجات كتير. الرجولة ببساطة هي إنك تفرض النظام على حياتك، مش تفضل مجرد تابع على الظروف. لو ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت تروح تتفرج عليها. ايه هو الماسكولين فريم؟ الإطار الذكوري أو الماسكولين فريم هو الحد اللي بتحكم بيه حياتك، وده مفهوم مأخوذ من علم النفس الاجتماعي. إن الراجل اللي عنده إطار قوي هو اللي بيحدد قواعد لعبته، مش بيتأثر بسهولة بآراء الناس أو رغباتهم. إطارك هو قوتك اللي بتديك الثقة. لو الإطار ده ضعيف هتكون تابع للناس والأحداث، لو قوي هتبقى قائد حتى لو كنت لوحدك. عشان كده سيطر على نفسك. أكبر قوة للراجل هي السيطرة على نفسه. والسيطرة هنا معناها ضبط المشاعر، كبح الرغبات الفورية، وإنك تعرف تفكر إزاي. يكون عندك مهارة تفكير استراتيجي. لو مش قادر تسيطر على نفسك رغباتك هتسيطر عليك، وده أول خطوة في تدبير قيمتك الرجولية. في حاجة اسمها نظرية التدرج الهرمي للقيمة. الرجالة بيبنوا قيمتهم على مستويات: الحاجات الأساسية زي الأمان، الطعام اللي يقدر يوفره. تاني حاجة التقدير، إيه إنجازاتك في الحياة، إنجازاتك المادية الاجتماعية واحترام الناس ليك. تالت حاجة بقى تحقيق الذات، إيه الهدف الحقيقي اللي أنت نفسك تحققه، ايه الهدف الأسمى في الحياة دي اللي انت نفسك كراجل تحقق. اي راجل ما بيحققش التدرج دوت بيعيش في حلقة مليانة بالفشل والإحباط. من أول الحاجات اللي لازم تبدأ تعملها وهي اصنع نفسك بنفسك. العالم بيحترم الراجل اللي صنع نفسه بنفسه. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده، يعني جابها من تحت قوي. لو اتولدت فقير أو ضعيف أو حتى حبيبتك كسرتك وقعدت عمال تعيط، كل ده بلح. المهم اللي هتعمله عشان تغير واقعك الحالي. لو فقير هتعمل ايه عشان تبقى غني؟ تبقى هتعمل ايه اصلا عشان تنتقل للطبقه اللي بعدها، تكون شخص بيعيش حياه متوسطه؟ هتفضل قاعد؟ لا، المفروض تنزل تشتغل اي شغلانه قدامك. حابب ما تعمل، حتى ما تعمل ما تحب، عشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. انا عايز ابقى غني. تبقى غني ازاي؟ انزل اشتغل وتعلم وخش شغلانه ورا التانية والتالتة والرابعه. جمع وحدد وجمع مبلغ حوشه، فاهم؟ كل شهر خد المبلغ ده. بعد كده بعد ما تكمل مبلغ كبير تخش تحطه في مشروع معين، فاهم؟ كل الحاجات دي بناء على دراسة انت بتعملها بنفسك. ضعيف خش اتمرن فنون قتالية. ما تروحش جيم، لا، خش اتمرن فنون قتالية الأول. المهم تغير الواقع اللي انت عايش فيه. ابدأ استثمر في نفسك، اقرأ، اتعلم مهارات جديدة، اشتغل على نفسك وصحتك النفسية. ولو ما قدرتش تبني نفسك خليك عارف ان برضه محدش هيعمل لك حاجة. محدش هيقوم يقول لك تعالى مبنيك، لا. تاني حاجة عقلية الضحية. عقلية الضحية دي هي العدو الأول للرجولة. طول ما أنت بتلوم الناس أو الظروف أو حتى الحظ هتفضل ضعيف. أنا بقول لك كده، كل ما تلاقي نفسك تقول لا لا، أو ده أبويا هو اللي عمل، يا عم ده أبويا هو اللي سبب في كده، لا، مش اسمع الكلام ده. تقول كده يبقى أنت ضعيف. عرف نفسك. عشان كده غير منظورك. مفيش حد مسؤول عن حياتك غيرك. تالت حاجة بقى دي وهي اللي هتحولك تحويل جذري، ألا وهي الانضباط. الانضباط هو أعلى أشكال القوة. لما تبني عادة وتعمل اللي لازم يتعمل سواء كنت بتحبه او لا. طبق قاعدة اسمها الديلايت جراتيفيكيشن، ودي اتكلمت عليها في سلسلة الصحة النفسية. وهي اتحذفت من على القناة، أنا عارف. هنزلها بعد كده تاني، ولكن هي بس حصل خدت كوبي رايت وكده وحاجات كده، فاهم؟ فأنا هرجعها إن شاء الله. ما تستسلمش لرغباتك اللحظية، إنك تركز على المكاسب طويلة الأمد. يعني يعني لو مثلا عندك مثلا الرياضة لو اتمرنت النهاردة انت مش هتشوف المكاسب اللي هتحصل لك من الرياضة من النهارده، لا، انت هتشوفها بعد كام سنه او بعد كام شهر على الاقل. بعد 3 شهور ده في ناس بتتحول تحويل جذري في 3 شهور، فانت ممكن تعمل كده.
طبعا بقى مع التغذية الكويسة، مع مش عارف ايه، مع ايه مع ايه، فاهم؟ دي حاجات كويسة جدا. فانت طبق القاعدة دي عشان تقدر بس ت- تخلي نفسك تقوم. والله العظيم انت كل ما تنضبط وتعمل الحاجات اللي انت بتحبها او ما بتحبهاش بس هي لازم تعملها على شكل وشك. اه والله، نسبة هرمون التستوستيرون عندك هيزيد بشكل رهيب طول ما انت كل منضبط. راجل بتقوم من البرد عشان تقوم تصلي الفجر، بتقوم من البرد عشان تتمرن، بتقوم من البرد عشان تعمل كذا. مش بتفضل قاعد تقول انا جو ساعة ومش قادر اقوم اذاكر، مش قادر اقوم اشتغل، مش قادر اقوم اعمل ايه. كل دي نسوانة، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. فاهم؟ انا مش بقول لك الكلام ده عشان تاخده كنوع من انواع التحفيز وتقوم تعمله النهارده وما تعملوش بكره. مش تعمله مدى الحياة. رابع خطوة وهي حدودك. لازم تكون حدودك واضحة. الراجل اللي ملوش حدود مش هيكون ليه احترام سواء من صحابه أو الشغل أو حتى في العلاقات العاطفية. كون مستعد إنك تنهي أي علاقة لو الشخص اللي قدامك ده تعدى حدوده. مع حبيبتك مثلا وتقول لك في وسط الكلام كده أنت عبيط يا ابني، أنت حمار يا حمار. إذا هنا أنت كل لك إنك هتكون هادي جدا وهتقول لها ما تكررش الكلمة دي تاني عشان ساعتها أنا ممكن أقفلها معاكي. تمام؟ أنت هنا بتحسسها إن أنت راجل فعلا. هي تحس بإطارك الذكوري ساعتها. لكن بقى لما تعديها ده بتهزر، لا، ما فيهاش هزار. انهي حتى لو البت دي كانت مزة ويا لهوي وفاهم وما اقدرش اعيش من غيرها، لا، سيبها على طول. احترم نفسك عشان يقدر غيرك يحترمك. تخش بقى على الجزء اللي بعده وهو ازاي تبني حضورك الذكوري. اول حاجه وهي طبعا لغه الجسد. علم النفس بيقول لك ان 70% من التواصل هو لغه الجسد. مش لازم تكون فنان في لغه الجسد، ولكن انت كشخص طبيعي عادي هتفهم اللي قدامك ده بالحركه المعينه، بالطريقه المعينه، بالوقفه المعينه. ده واثق منك. كل لكن انك تكون راجل قوي بيكون ثابت في مكانه، نظراته واثقة وحركاته محسوبة. حافظ على ظهرك مستقيم، حركات بطيئة وقوية في نفسك، ونظرة ثابتة. تاني حاجة صوتك. تحكم في صوتك يكون عميق واضح. علامة على الرجولة. مش تتكلم ذكور حرفيا. صوتهم بيكون ناعم، يعني أنعم من البنات. أنعم من البنات. فاهم؟ دي مشكلة بسبب إيه؟ بسبب العادات اللي بيعملوها في يومهم. ممكن تلاقيهم ناس نضيفة جدا، ناس يعني نضيفة، عندها علم كويس جدا، ولكن عاداتهم أنثوية شوية. عندهم فرط في إن هم يهتموا بنفسهم بشكل رهيب، فده بيخلي صوتهم ناعم. أنا ما بقولش النظافة الشخصية مش مهم للراجل، لا ده مهم جدا، ولكن في فرق بين النظافة الشخصية والبعبعصة الشخصية. فاهم؟ إنك واحد تقعد تجيب آلاف الكريمات على آلاف الغسولات على آلاف لا يا حبيبي، ليه كل ده؟ هو غسول بس طبي شوية، نضيف شوية، مع مرطب، خلصت بشرتك انت ظبطتها. فاهم؟ معاك بقى زيت للدقن، معاك فرشة للدقن. الحاجات البسيطة دي مش لازم بقى تجيب آلاف الكريمات على آلاف الحاجات، على غسول، على ماسك البشرة السوداء، على بشرة. لا يا عم الحاجات دي هبلة يا عم. ماسكات ايه؟ ما تحطش الحاجات الهبلة دي. بس بتنضف بشرتك بس. ممكن الحاجات دي ممكن تعملها امتى؟ ممكن تعملها دي لما تروح تكون رايح للحلاق. فاهم؟ يعمل لك فوطة سخنة، يعمل لك فوطة ساقعة، في الماسك الطمي البلدي. الحاجات دي كده كل فاهم مرتين في الشهر كده عند الحلاق. لكن تقعد كل يوم تعمل لك الحاجات البعبصة دي، لا لا، سيبك من الكلام ده. تالت حاجة، ما تتكلمش كتير. الرجولة مش هتكون بالكلام الكتير، لكن انك تبان بس بأفعالك وصمتك في الوقت المناسب. بجد الصمت ده أداة نفسية بتخلي الناس يحترموا وجودك. بس في صمت بثقة وفي صمت ايه، بخوف. ده هيبان في لغة جسدك. انت بقى لما تنظم صمتك مع لغة جسدك مع صوتك، يعني لما تقول كلمة بس لما تيجي تفتح بقك تقول بصوت رجولي. وبس كده. يعني لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. وتكتب لنا التعليق المهم. ولو عايز تتابعنا على التليجرام هتلاقي اللينك بتاعنا تحت، وعلى الانستا برضو، والتيك توك. فاهم؟